السلام عليكم، عاملين ايه يا بنات؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كفر الانتريه. هعمله اللي هو الانتريه اللي هو مش الجامبو، لا، الانتريه اللي هو العادي. هعمل طقم انتريه وهعمل معاه 8 مناديل يكونوا 70 في 70، يعني مش هعمل مناديل صغيرة، هعمل مناديل كبيرة. فانا هنا النهارده ان شاء الله جايبه كام متر؟ انا جايبه 6 متر. 6 متر دول هيعملوا كنبه كبيره وكنبه صغيره واتنين كرسي، وهيعملوا التمن مناديل الكبار اللي انا بقولكوا عليه عشان يتحطوا على الايد. تعالوا معايا كده نبدأ ونشوف هنقصه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا معايا نقص مع بعض. اول حاجه زي ما اتفقنا ان انا هعمله للانتريه اللي هو العادي، اللي هو مش الجامبو، لا اللي هو العادي. فانا معايا عرض القماش قد ايه؟ انا معايا عرض القماش 140، العرض 140. فانا هعمل ايه في العرض ده؟ فهقسمه على 2. يبقى انا هاخد العرض ده كده واقسمه على 2، بحيث هيبقى معايا كل قطعة هتبقى عاملة ايه؟ هتبقى عاملة 70. 70 بقى في كام؟ انا عندي كنبة كبيرة 180، المقاس بتاعها 180. طبعا بزود 20 سنتي علشان خاطر ايه؟ تخش في الجوانب. يبقى الكنبة الكبيرة هتاخد 200. 200 في كام؟ 200 في 70. طيب هعمل معاكم كنبة كبيرة وبعدين نتكلم عن الكنبة الصغيرة. الأول الكنبة الكبيرة هقصلها قد ايه؟ هقصلها 200 من القماش اللي أنا جايباه ده. أنا جايبة 6 متر على فكرة، فأنا هقص 200، 200 سنتي. أنا بقولك أنا جايبة 6 عشان أنا هعمل 8 مناديل كبار 70 في 70. لو انتي هتعملي مناديل صغيرة يبقى هتحتاجي يعني 4.5، عشان خاطر يبقى المقاسات مستريحة معاكي برضو وحلوة بالزيادات. 4.5 عشان ما يبقاش صغير. طيب انا هنا عايزة اقيس 200 زي ما قلتلكوا. فانا هنا حطيت البرسل على البرسل اهو، طبقته كده على 2، وهقيس بقى ايه؟ هقيس 2 سنتي. انا خلاص انا كده قصيت 2 سنتي. ال2 سنتي ده العرض زي ما قلتلكوا. العرض كام؟ العرض 140. فانا هعمل ايه؟ ال2 سنتي ده هيعمل لي كنبتين. هيعمل لي الكنبه الكبيره والكنبه الصغيره، وهيفيد كمان ايه؟ نعمل منديل او منديلين كمان. هقول لكم هنعمل قد ايه. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا هتني اهي، احط البرسل على البرسل كده عشان افصل دي، عشان اعمل هيبقى معايا حتتين. كل حته هتبقى 70 في 200 سنتي. كل حته هتبقى 200 في 70 سنتي. وهقص برضو ايه؟ وهقص من هنا عشان يبقى معايا حتتين. انا هنا اهو فصلتهم بقى معايا زي ما انتم شايفين. اهي القطعه اهي دي هتبقى 200 في كام؟ 200 في 70. انا عندي 70 كده ما شاء الله. هيغطي الكنبه جامد، هيبقى يغطي كمان وهيبقى نازل لتحت كمان. يبقى انا عندي دي كنبه اهي 200. طيب الكنبه التانية عندي تقريبا كده 160 او 100 يبقى مش هيكفي منديل. انا عندي الكنبة التانية الصغيرة 160، او حتى لو قلنا 150. هاخد منها كام؟ اساسي تزودي 20 سنتي. يعني اي مقاس عندك بتاخديه بالظبط وتزودي عليه 20 سنتي، عشان 10 في الجنب ده و10 في الجنب ده، تخشي تتزنق كده في الجناب عشان ايه؟ ما تتزحلقش كل شوية. يبقى انا لو معايا الكنبة بتاعتي 1.5 متر، يبقى انا هحتاج 1.70 متر. يبقى اللي هي القطعة اللي 200 دي اخد منها 1.70 متر. في واحدة ممكن تعملها ايه على بعضيها، 2 متر على بعضيها، بس هي هتبقى كبيرة قوي، يعني هيبقى الداخليات كبيرة قوي. فانا هاخد 1.70 متر وهقص 30 سنتي اهو. يبقى المترين عمل لك قطعتين، كنبة كبيرة وكنبة صغيرة، دولك المترين.
طب انا دلوقتي عايزة اعمل الكراسي. انا عندي الكرسي تقريبا 60 سنتي، 60 سنتي. فانا هعمل الكرسي 75 في 80. انا هعمل الكرسي 75 في 80. انا كده هقص الكرسيين قد ايه؟ هقص 80 سنتي. هيبقى 80 في 70، معلش، اللي هو العرض القماش كده. احنا متفقين ان هو لما بتنيه كده بيديني 70 سنتي. كل قطعة بتبقى 70 سنتي. فانا هعمله 70 في 80. انا عندي الكرسي اصلا 50 في 60. فانا هعمله 70. يبقى انا كده هقص قد ايه؟ هقص 80 سنتي، هيديني كرسيين. يبقى 80 سنتي بيديني كرسيين. اهو انا طبقت القماش بتاعي. انا بطبقه دايما، بحط البرسل على البرسل. طبقه تطبيقه، وبعدين طبقه تطبيقه التانية. يعني مطبقه كده على 4 عشان يبقى سهل وانا ببص. وبعدين بعلم العلامة بتاعتي وابتدي بقى ان انا اقص. ممكن ايه عشان خاطر برضه يبقى كله متساوي، اعمل خط كده وامشي عليه. واروح ماشية عليه كده بالمقص. بسم الله الرحمن الرحيم. قصيت 80 سنتي بتاعتي. يبقى كده انا عندي كده قطعتين. هبتدي ان انا ايه افصلهم بقى عن بعض عشان يديني كرسيين. اهو ادي الكرسيين هما اللي هما كام؟ 70 في 80. يبقى انت خلي بالك المقاسات بتاعتك. حتى لو انت بتعملي العميلة او حاجة، قولي لها مثلا تقيسها لك ازاي. زي ما انا ما بعمل، قولي لها قيسها لي بالشبر. انت طبعا عارفة ان الشبر ب20 سنتي، فتحسبيها تقولك كام شبر وانت تحسبيها تبقى قد ايه. قالتلك مثلا ان 4 اشبار، اعرفي ان الاربعة بيعملوا ايه؟ قالتلك 5 اشبار، الخمسة بيعملوا متر. انت عارفة. حسب ما تقولك قولي لها انت قيسيلي بالشبر كده وانا هعرف. وانتي تاخدي بس تسالك المقاسات تبقى مظبوطه بالظبط، ما تزودش هي من عندها. وانتي بقى تزودي من عندك 20 سنتي على المقاس اللي هي واخدهولك. دي الطريقه اللي انا ماشيه بيها، علشان خاطر في ناس كتير ما عندهاش المتر في البيت. وانتي طبعا ممكن بالنظر كده ما تشوفيش، والبياضات مش محتاجه ان انتي تروحي تقيسي في البيت. فانتي قولي لها قيسيها لي بالشبر. امشي لي كده على الكنبه من فوق بالشبر، وشوفها لي كام شبر وانا هعرف المقاس. وانتي تحسبيها بقى. احنا عارفين الشبر 20 سنتي، انتي تحسبيهم بقى كام شبر وتشوفي ايه، وتشوفي المقاس بتاعك هيبقى قد ايه، وتزودي الاساسي دول 20 سنتي على اي مقاس هتاخديه 20 سنتي. يبقى احنا لغايه دلوقتي قصينا كنبتين وكرسيين. خدنا 180، خدنا مترين و80. مترين للكنبتين و80 سنتي للكرسيين. يبقى كده فاضل المناديل. طيب لو انا هعمل مناديل صغيره، انا عن نفسي انا هعمل مناديل كبيره 70 في 70، وهعمل 8 عشان بعمله ليا وكده. لو انتي هتعملي مناديل صغيره، المتر قولي 50 في 50. قولي المنديل 50 في 50، فالمتر هيعمل قد ايه؟ المتر هيعمل 4، صح كده؟ يبقى اعرفي ان المتر بيعمل 4 مناديل، اللي هي المناديل الصغيره 50 في 50. فطيب انتي تبقى محتاجة قد ايه؟ احنا مثلا محتاجين 8 مناديل، يبقى هتاخدي مترين. انا بفهمك، بس عايزه افهمك هتحتاجي قماش قد ايه. يمكن مالكيش دعوه بالمقاس اللي انا قلته في الاول. فانتي هتحتاجي مترين ل8 مناديل، وخدنا مترين و80. يبقى كده كام؟ يعني نقول هتحتاجي لو هتعملي مناديل 50 في 50 هتحتاجي 5 إلا ربع من القماش. طيب لو هتعملي 45 المنديل 45 في 45، يبقى هتحتاجي 4.5 من القماش. وزي ما اتفقنا ده عرضه 140. سيبك من اللي يقولك هتحتاجي مترين بس، ال4 متر بس. ال4 متر بس دي بتبقى المقاسات، مفهومش زيادات. يبقى يا دوبك هتحطيها على الكنبة بالظبط. مش هتعجب يعني لو انتي معلش شغالة فيه. مش هتعجب العميل عندك. انما كل ما الحاجة بتكوني انتي مزوداها كبيرة وحلوة، بيتبسط. طبعا بتبص تلاقيها مبسوطة من المقاس الكبير.
فانتي معلش انتي بنزود نص متر ولا حاجة علشان خاطر ايه يبقى معانا ايه بزيادة ومعانا الحاجة حلوة، بحيث يبقى شغلنا حلو ويطلب مننا ان شاء الله. فهقص برضو معاكم المناديل وهوريكي برضو ان شاء الله الشكل النهائي. اهو هنا كده الشكل النهائي. انا مسكته طبعا قفلته كله، تنيته اهو تانية على التانية، مش لازم اوفر، مش ما تحتاجيش اوفر ولا حاجة، هتتنيه تانية على التانية. مسكته كله تنيته. بعد ما تنيته ركبت الشريط دون. بص انا هنا دايما بسيب هنا حته في الاول كده عد 10 سنتي، دي اللي هي الدخله اللي بتدخل ايه في الجناب بتاعه الكنبه، علشان خاطر ايه ده ممكن يبقى موقف كده، فانا ما برضاش ان انا اعمله للاخر عشان دي تدخل كده تبقى مستريحه. طيب بعد ما بقفله كله، بعد ما بتنيه كله تانية على التانية، بروح مركبه الشريط ده عادي خالص. الشريط ده بمشي عليه كده من هنا وبمشي عليه من هنا من ناحيتين. طبعا بمشي على الجزء الاسود ده علشان خاطر عشان خاطر الخيط بتاعي يبقى اسود. بحتاج قد ايه من البتاع دون. انا بقيس الكنبه، انا دلوقتي عندي الكنبه مترين، بجيب لها مترين بالظبط. يعني عندي كنبه مترين بجيب لها مترين، كنبه متر ونص بجيب لها ايه متر ونص. والمناديل كذلك، المنديل انا عملت المناديل بتاعتي اهي. المناديل زي ما قلت لكم 70 في 70، انا عاملاها 70 في 70. اي برضو تانية عادي خالص اهو، تانية مفيش اي حاجة ونظافة وحلوة اهو. وبروح مركبة وبروح مركبة الفرزاتشي ده. الفرزاتشي ده تقريبا المتر ب15 جنيه، بس طبعا زي ما انتوا عارفين كل يوم الاسعار بتتغير. انا كنت جايباه من فترة، معرفش دلوقتي هو بكام. آه كده ان شاء الله. كده ان شاء الله ده طقم الانتريه اللي هو العادي مش الجامبو. دي المقاسات العادي مش الجامبو. انا احتجت قد ايه قماش؟ احتجت 5 إلا ربع. ممكن تعمليه 4 ونص، عشان لو هتعملي مناديل صغيرة شوية تعمليه 4 ونص، يبقى 4 ونص قماش. ودون هتقيسي كل كنبة مع والكراسي ياخد قد ايه والمناديل، وتجيبي على قدها. بتقيسي بالظبط ما بتزوديش. يبقى كده كنبتين وكرسيين و8 مناديل. ان شاء الله انتظروني في شغل جديد باذن الله الفتره الجايه. ما تنسيش ان شاء الله لو عجبك الفيديو تشتركي في القناه وتفعلي الجرس، ان شاء الله يوصلك كل جديد مني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.